السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي الأفاضل، أخواتي الكريمات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله دائما وأبدا. سبق لي شاركت معكم هذا الفيديو، الطريقة ديال التنبات ديالو، الطريقة ديال الطرز ديالو، الطريقة ديال الخدمة ديال العقيق مني في الحاشية، وكذلك طريقة الخدمة ديال ديك الضفيرة اللي كتجي في الوسط، يعني بديل ديال العقد. موجودين كاملين هاد الفيديوهات كاينين في القناة، الا بغيتو تشوفوهم رجعوا للقناة، او غادي نخلي لكم الفيديوهات في صندوق الوصف. تكملة لهذا الفيديو غادي يعني ديال هذا القفطان، ما عملت لكم شي طريقة ديال التلصق ديال ديك الضفيرة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكمل معكم طريقة ديال كيفاش نركبوا الضفيرة باذن الله. اذا كيف ما كتلاحظوا هذه هي الضفيرة اللي كنا سبقنا عدلناها، كيف ما قلت لكم الطريقة راه موجودة في الفيديو. غادي ناخذ الضفيرة وغادي نعملوها على حسب الوجه ديالها. كاين اللي كيعمل على الوجه ديالها اللي كاين ماشيه بحال السبوله، الا بغينا نعمروها في الوسط بالجوهر، ولكن الا بغينا يعني ما نعملوها هيديك ساده، غادي نعملو الوجه اللي كيكون اخر. غادي نبداو من البدايه ديال الضفيره، يعني غادي نقلبوا القميص كيف ما شفنا على ظهره، وغادي نبداو نخيطوا ديك الضفيره كيف ما كتلاحظوا الحاشيه مع الحاشيه ديال الثوب، او فين مركبه الصفيفه كيف ما كتلاحظوا. يعني غناخذوا غير طريف يعني بالغريزات، ودائما كنقددوا باش تجينا يعني ما تجيناش مجموعه وتجينا معوطه، يعني نخليوها شويه مرخوفه باش ما تجيناش مكروفه او ما تجيناش مكمشه من الامام. الطريقه ديال الخدمه كيف ما كتلاحظوها هي واضحه، ناخذوا غير غريزه بغريزه بغريزه حتى نكملوا يعني حتى النهايه ديال العنق. كما كتلاحظوا هذه عندنا نص طوق. اذا كيف ما كتشوفوا دائما كنبقى نعدل يعني بيدي الضفيره باش تجي مع الحاشيه كيف ما كتلاحظوا، يعني باش ما تجيش مسبوكه. غادي نكملوا حتى النهايه ديال العنق. وطبعا في النهايه ديال العنق كنخليو واحد الطريف ديال، يعني ما كنطلعوهاش حتى للراس مره، كنخليو واحد سنتيم اولا سنتيم ونص. غادي نقيسوا الضفيره ديالنا، وإلا جاتنا طويله طبعا كما كتلاحظوا في الصوره، انا غادي نفسخ طريقه سهله كتفسخ حتى للحد اللي كخصني انا. صافي غادي نجبد هذيك الخويط وغادي نزيرها باش غادي تبقى هذاك هو الحد ديالها. وغادي نكمل بالغرزه يعني بالابره والخيط، وغادي نخيط ديك الخيط اللي كيبقى زايد من الضفيره مزيان باش يبقى مرتق في الظهر ديال القميص. المهم صوره واضحه بهذه الطريقه هذه. غادي نرتق مزيان يعني ديك الخيط اللي كيبقى زايد من الضفيره، نرتقوه مزيان. لان هذيك هو اللي كيجي في البدايه ديال العنق، كخصو يترتق مزيان باش يعني واخا نبقاو نلبسوا القفطان ما يبقاش يتفسخ يترتق. كذلك في العقد عاوتاني يعني اخر عقده خصنا نرتقوها مزيان باش ملي يعني مع اللباس ومع الحركه ما تبقاش يعني تفسخ لنا. صافي هذه هي النهايه ديالها. كتلاحظوا كيفاش كتجي يعني مع السفيفه ومع هذا ما كيبانش مره الخياطه. دابا غادي نشبروا الجهه الثانيه. حنا دابا غادي نخيطوا الجهه الثانيه مع هذيك الجهه الاولانيه اللي خيطناها باش تكون الضفيره ديالنا واجده. غادي نشبروا ونقيسوا المقياس ديال العنق كيف ما كتلاحظوا، نفس القياس هكذاك.
باش ملي يعني باش ملي يعني نرتقو نبداو عاود نرتقو في الضفيره الجهه الثانيه، يجينا نفس الطول ديال العنق من هنايا، ديك الفتيحه تجي نفس القياس. يعني نحاولوا ان حنايا يعني نتاكدوا بان عندنا نفس القياس. لاحظوا كيفاش انا شبرت يعني الضفيره الجهه اليمين مع الجهه الشمال، وغادي نرجع نخيط. يعني دابا انا غادي نرجع نخيط من نص العنق الفوقاني الفتحه تحت. عكس ما كنت خيطت في الاول. يعني في الاول بديتها من الفتحه تحت وطلعتها لجهه العنق. دابا ملي غادي نجي نلصق الجهه الثانيه غادي نبدا من الفوق، يعني من العنق، وانا هوذا كنخيط باش يجيني ديك الجهه اليمين يعني ملصقه مع الجهه ديال الشمال كيف ما موضح في الصوره. نفس الطريقه غادي نبقى نخدم بها كما خدمنا الجهه الشمال غادي نخدموا الجهه اليمين. ناخذوا ديك الضفيره ونشبروها في الثوب نفس الخدمه، غادي نهبطوها من تحت. غير شنو هي هذا الفرق الوحيد، هو ان حنايا هنايا بدينا من الفوق، يعني من جهه العنق. نتمنى يكون يعني طريقه واضحه. كنظن انها واضحه في الصوره. وكيف ما قلت لكم غادي نرجع نقول لكم بان كاينه طريقه ديال الخدمه ديال هاد الضفيره كاينه موجوده في الفيديوهات في القناه، وغادي نعمل لكم اللينك ديال الفيديو في صندوق الوصف. كل ما يخص هذا القفطان، يعني سواء من التنبات ديالو او لا من العقيق اللي مع الحاشيه او لا من الخدمه ديال الضفيره. هذه الضفيره كتجي او سنيسل او كيجي حليلو هيدا في الوسط كيف ما كتلاحظوا. شوفوا ما كيبانش الخيط ملي كنجيو نخيطوا، كتجي خدمه نقيه. هذه الطريقه اللي غادي نكملوها حتى نهودو لتحت. صافي حنا دابا كملنا لتحت مره. دائما كنخدموا على الظهر. دابا غادي نرتقوا هذا الطريف اللي كيبقى الاخراني، يعني النهايه ديال الضفيره. النهايه ديال الضفيره نحاولوا ان حنايا يعني نرتقوها تجي شويه، يعني نفتحوا ديك الضفيره وحنا كنرتقوها باش ما تجيش شويه مكركبه من تحت. صافي كذلك ديك الطريف اللي كيبقى شايط من الخويط الضفيره اللي خدمنا غادي نرتقوه كذلك بالابره والخيط مزيان باش نقطعوا الزياده، باش ما تفتل، يعني ما تشطناش ما تشنتفناش الخدمه ديالنا، وتبقى نقيه سواء من القدام او لا من الظهر ديال القفطان. وهذه كانت هي الطريقه اللي باش غادي نلصقوا الضفيره ديال بديله العقد. هذه ماشي ضفيره او سنيسل او المهم اللي كيجي بديل للعقد. يكون كان غادي خصنا نعملوا شي حاجه او ما خصناش نعملوا مثلا العقاد، او لا كنا كنعملوا مكرامي ولا كنا كنعملوا العقيق، او لا هاد السنيسل هذا كيجي حليلو وكيجي مزيون في القميص، سواء قميص او جلابه ايا كان. وممكن هذه كنخدموها مثلا تكون عندنا تكشيطه دو بياس، هذه كنخدموها في القميص التحتاني، والفوقاني ممكن نعملوا العقد باش ما كيجيش ديك العقد فوق العقد. لاحظوا كيفاش جات في الخدمه ديالها نقيه، ما كيبان لا خيط لا والو. نتمنى تكون طريقه تعجبكم وتستفدوا منها وتخدموا في حالها ان شاء الله يا ربي. المهم انا نخلي لكم جميع الفيديوهات اللي متعلقه بهذا القفطان كيف ما قلت لكم، سواء من التنبات ديالو او لا الطرز ديالو او لا ديك العقيق اللي كيجي مع الحاشيه. وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف جميع لينكات. هذا هو القفطان من بعد ما عملت له بلانشا وتسالى. نتمنى نكون عطيتكم كيف ما كنقول لكم دائما ولو استفاده بسيطه يعني من هذا الخدمه، يعني من هذا الفيديو، يعني تستفدوا منه ولو شي حاجه بسيطه. ونشوفكم فيديو قادم باذن الله. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم جميله. شكرا بزاف لكم على التفاعل ديالكم، التواصل ديالكم معايا. شكرا بزاف، ونشوفكم فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.